لو انت من الناس اللي بتاخد مسكنات عمال على بطال، في الغالب الموضوع هينتهي بفشل كلوي. لو سالت اي دكتور واقف في صيدليه او اي دكتور كلى ايه اكتر سبب للفشل الكلوي، هيقول لك المسكنات على طول. كده فشل كلوي. في الفيديو اللي فات قلنا المسكنات ازاي بتشتغل وانها بتمنع تصنيع حاجه في الجسم اسمها بروستاجلاندينز. الموضوع ده بيوقف الالم، بس في مشكله. المشكله ان المعده والكليه محتاجين البروستاجلاندينز دي عشان يشتغلوا كويس، فالمسكنات بتاثر على كفاءتهم. لو انت هتاخد المسكنات فتره قصيره عادي، يعني المعده والكليه بيرجعوا يعملوا كامباك والموضوع عادي. لو بقى مسكنات لفتره طويله، فالناس هنا نوعين: واحد امراض مزمنه فهم كده بيتابعوا مع الدكتور. النوع الثاني وده منتشر جدا في مصر في القرى والمدن، الناس اللي بتاخد مسكنات عمال على بطال لاي حاجه، وتاخد مسكنات مع نفسها من غير ما تكشف على اساس ان ده العلاج، ومع الوقت المعده والكليه بيتاثروا جدا، والموضوع ده بينتهي يا اما بقرحه في المعده، ودي بتبقى عباره عن ثقوب او اخرام كده في جدار المعده، او فشل كلوي. وتروح تغسل كلى 3 مرات في الاسبوع وتضيع بايدك نص اللي فاضل لك من عمرك. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.